اللي خايف يروح الاهلي جاي يطوح. هاتولنا اللي بعده، ما عندناش وقت. عايزين ناخد الدوري ونطلع على كاس العالم للانديه ونسيب الجماهير تحتفل بيه قبل ما تتمزج على الاهلي في كاس العالم للانديه. بجد شابوه عماد النحاس ولاعيبه الاهلي واللي لازم ياخدوا حقهم. وانا بقول لك دلوقتي نقدر نقول ان عماد النحاس مدرب محترم وقادر ان هو يقود فريق الاهلي حتى لغايه اما يجي المدرب الاجنبي. ولو المدرب الاجنبي اتاخر انا بقول لك عماد النحاس بالاداء ده ان شاء الله ياخد الدوري باذن الله. الدوري اهلاوي. هتقول لي ليه كده انت مطمن قوي؟ هقول لك لا، عشان أنا شايف عماد النحاس ما عملش حاجه تزهقنا او تفكرنا بكولر اللي كانت بدايته زي بدايه عماد النحاس. وهو شكل الاهلي اللي كولر بدأ بيه كان كده، كان بيكسب رباعيات وثلاثيات. وكان كولر اول لما جه بروجيتا اللي كان فيها 4 بطولات كان بيلعب بالاهلي كده، كان بيدي الاهلي شخصيته الحقيقيه والمعتاده واللي اي حد يخاف من مواجهتها. لغايه اما خد 11 بطوله، ما اعرفش بقى ساعتها هنقول شبع هنقول اكتفى. بس احنا بنقول لك يا كولر هو ده الاهلي اللي انت كنت بادئ بيه ولما جيت من 3 سنين وخدت بيه 11 بطوله. وهو ده الاهلي اللي اي فريق بيترعب منه بدون حتى مدرب. والله الاهلي ده شخصيه قويه فوق العاده، اي حد لازم يعمل لها حساب. لكن لما تيجي انت يا عم كولر في سنتين تلعب بشخصيه الاهلي وتاخد بيه 11 بطوله، دي مش فكاكه منك. احنا بنقول لك الاهلي لو من غير مدرب هيكسب ولاعيبته هتكسب. ليه؟ عشان احنا عندنا حاجه اسمها شخصيه النادي الاهلي، ان غصب عن اي حد لازم يحترمها ويعمل لها حساب. انت جيت يا عم كولر بعد ال 11 بطوله شبعت وزهقت من كتر البطولات اللي خدتها، حسيت ان انت بتلعب بيلي. واحنا بنقول لك لا، دي شخصيه الاهلي اللي ساعدتك على كده، ودي اللي نجمتك وخلتك بعد ما انت كنت جاي زي ما قلنا بورقه صغننه فيها 4 بطولات، روحت بورقه فلوس كاب فيها 11 بطوله وتصيدت واتعمل لك اسم من ذهب بفضل اسم النادي الاهلي العظيم اللي بينجم اي حد. واحنا قلناها اللي يعدي من جنب سور الاهلي يتنجم. وما شفناش لاعب او مدرب ساب الاهلي وما خسرش. الاهلي بيفضل مكمل يا حبيب قلبي. وانا يا كولر هقول لك ان شاء الله الدوري خير دليل. بعد كده يا عم كولر احنا ما ظلمناكش، كان لازم تمشي في الوقت ده. جيت ضيعت شخصيه الاهلي بدايه من الافريقي امام الزمالك، وانت الوحيد تاني هفضل اكررها عملت للزمالك حساب. وانت اللي عملت الواحد زي جوميز حساب، واللي بيقول لك الاهلي بيفاوض. وانا بقول لك جوميز ده لا يصلح يمسك عندنا فرد امن في النادي. مدرب على الله ان شاء الله.